مساء عليكم خياتي، ان شاء الله تكون لكم كامل بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم بوصفه جديده وفيديو جديد اللي هي حلوه قهوه العصر يوميه اللي كنا نديروها زمان. هي الصب الرشاش بالمعجون، تجي ولا اروع وخفيفه، والبنه ما نحكي لكمش بزاف بنينه، على بالي كامل تعرفوها. بصح انا اليوم جبتها لكم في فرديه في ليمون صغار باش كل واحد يدي حبته، واللي يحب يديرها في سنيوه كامله يتبع الفيديو. انا قلت لكم جبتها لكم في ليمون صغار، ان شاء الله تعجبهم. بما اننا انا في وقت الحفلات كاين اللي يحب يديرها لضيافو كي يجوا يتقهووا عندهم ويباركوا. هنا نبداو على بركه الله، نفوتوا في البيض. هنا عندنا 3 حبات بيض كاملين، يكونوا على درجه حراره الغرفه، ما يكونوش من الفريجيدير، ديروهم قباله في الاناء تاعكم. نديروا قرصه تاع الملح ولافاني بيان سور، ما نسوهاش في الحلويات نتاعنا اللي هي تنحينا ريحه البيض. وهنا نزيدو نكملوها بالزيت دو سيترون اللي هو قشور الليمون، واللي ما عندوش ما يديرش، يكتفي بلافاني. هنا نضيف موراه كاس تاع السكر غلاس ولا السكر ناعم. انا هنا اخترت لكم هي بكري كانوا يديروها بالسكر كريستاليزي، بالسكر العادي، بصح هنايا باش تجيكم الحلوه بنينه وخفيفه وتذوب في الفم، درتها لكم بالسكر الناعم باش تجيكم شابه الحلوه تاعكم. هنا نخلطوا بالباتر هذا المكونات، نخلطوهم مليح كيف باش يتجانسوا كما كتشوفوا. واللي ما عندوش الخلاط الكهربائي يستعين بالفوي، يعني يخلط بالفوي حتى كي يشوفوا المكونات نسجموا مع بعض. فوالا انا تعمدت ندير لكم هذه الوصفه على بالي بلي كامل يحبوها الجزائريين. الو قلت نعاودوا نحيو هذا الحلوه، هذه الحلوه من التراث تاعنا، ما نخلوهاش تروح هكذاك. الو قلت نديرها لكم باش تفكروها وديروها لقهوتكم والحفلات نتاعكم. على بالي بلي كاين اللي يدير حلوى برستيج، بصح الحلويات اليوميه احنا الجزائريين ما استغناوش عليهم. هنا عندنا كاس تاع الزيت. بالنسبه للزيت نبداو نضيفو فيه غير بالعقل مع الخلط المستمر حتى نكملوا كامل هذاك الكاس. ما ديروش الكاس قباله ديريكت وتخلطوا. هنا الزيت كي ديروها كامله على جهه ما تتخلطكمش مليح مع المكونات الاولى، لازم ديروها غير بالعقل كيما الخيط حتى تكملوا. نتوما تخلطوه هاكو تفرغوا هاكو تخلطوه كيما راكم تشوفوا هنا في الفيديو حتى تكملوا كامل الزيت هذيك اللي عندكم. فوالا هكذا. ان شاء الله يكون الشرح تاعي راني نفهمكم مليح ونوصل لكم مليح لو ميساج باش تفهموا وتنجحوا في الوصفه تاعي. وبيان سو ما تنسونيش بالجيم والبارطاج باش تعم الفائده ويشوفوا كامل صحابكم وخياتكم وهلا وصلت ويجربوها. هنا نضيفوا 2 مغارف بيان بومبي تاع لا مايزينا اللي هي النشاء، اللي تخلي حلوتنا تجي بنينه وتجي خفيفه. فوالا انا نخلطو مليح بالباتور كيما راكم تشوفوا هنايا حتى تدخل المايزينا مليح في المكونات نتاعنا. هنا نحبسوا الخلط كيما راكم تشوفوا. فوالا من بعد هنا نجو نضيفوا الفارينه تاعنا، لازم تغربلوها. هنا تغربلوا الفارينه كيما الفارينه تديلكم حوالي 3 كؤوس هكذاك، 3 كؤوس تاع فارينه. انا درت الكاس الاول تاع الفارينه صيرته ودرت فوقه هنايا الخميره الحلويات. هنا نديرو ملعقه صغيره تكون معمره تاع الخميره، ما ديروش باكي، ديروه 5 غرام تاع الفارينه، ما ديروش بزاف، ديروا غير نص باكي تاع الفارينه وخلطوا. شوفوا هنا هاي مازالت سائله، نزيدو الكاس الثاني، نزيدو نصيروه كيما راكم تشوفوا. لا فارين نستعملوا النوع الجيد، ما تستعملوش تاع الميزان هذيك. جيبوا فارينه تكون شابه وسبيسيال تاع الحلويات باش تنجحوا في الحلوه تاعكم. فوالا هكذا نصيروها بيان.
فوالا ونخلطو. هنا مازالت خاصتني فرينه. نزيد الكاس الثالث بصح نجي نضيفوه غير بشويه. الكاس الثالث ما ديروش كامل، ضيفوه وخلطوا العجينه حتى كي تتحصلوا على عجينه تكون طريه وفي نفس الوقت متماسكه. المهم تقدروا تمشيوها في ليمول تاعكم. فوالا هكذا. هنا صافي كلاتلي 3 كيسان، راكم تشوفوا بعينيكم شحال كلاتلي. هنا كلاتلي 3 كيسان. فوالا. واذا شفتوها خصتكم زيدوا لها شويه فرينه، حوالي مغرف ولا 2 مغارف كبار نتاع الفرينه باش تزيد تنشفوها مليح. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، سهله في وقفه ديروها واقتصاديه ويحبوها كامل العائله تاعكم. الحلوه معروفه بصح ما كوش كاع ديروا الواجب يا خياتي ويا خاوتي. ما كوش كامل تشوفوا لي فيديو تاعي، شوفوا لي فيديو بارطاجيوهم، كومونتو اذا كانت الحلوه شابه، هذه الوصفه شابه كومونتيو لي خي ماكو خاسرين والو. كومونتي وديروا البارطاج لصحابكم. وبيان سور الجام ما تنساوهاش، ماشي تشوفوا تخرجوا الجام خي ما راح يزيد لكم، ما راح ينقص لكم. ديروا جام وخلاص. فوالا باش الواحد يستفاد من لا فيديو. هنا بعد ما كملت لايمتها نحيت قيس 100 غرام هكاك نتاع فرينه. هنايا هذا الفرينه استغفر الله، هذه العجينه نحيت منها شويه نجي نشفها مليح بالفرينه حتى تحسوها يبست العجينه هذه. علاش نزيد لها الفرينه نيبسوها باش نديروها كتزيين فوق الحلوه تاعنا. نيبسوها مليح ونحطوها في الثلاجه تولي جامده كي تجمد باش نرابيوها فوق الحلوه تاعنا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. فوالا انا بعد ما نشفتها مليح نجي نكورها ونخبيها في الكونجيلاتور. فوالا هنا دوك نجي نوري لكم كيفاش نعمر الليمون بعد ما خليت لاباط ريحت شويه. هنا بلا ما توزنوا العجينه احكموا كريه ومشيوها مليح في الليمون تاعكم. هنا بالنسبه الليمون ديروه واش حبيتوا عندكم نتوما في الدار، واش كان عندكم في الدار ديروا. انا اخترت هذا تاع الليمون تاع لي باكيت، وانتم الا حبيتوا ديروا في الليمون تاع لي تحتولات اي مول قلت لكم نتاع حديد عندكم في الدار ديروا فيه. فوالا ما نقولكمش اذا هذا المول لازم ولا هذا، المهم واش كان عندكم في الدار ديروا. نعمروا كامل الليمون تاعي بهذا العجينه ونمشيو مليح في الاطراف وفي القاعده ثاني نمشيوها مليح باش كطيب لنا ما يتخسرش الشكل تاعها كما راكم تشوفوا هنايا. فوالا وهذه الكميه تخرج لكم كميه لاباس بها، تخرج لكم حتى 30 حبه ولا 35 حبه. انا خرجت لي حوالي 30 حبه هكذاك. هنا بعد ما كملت كامل عمرت الليمون تاعي بالعجينه. هنا نجيبوا اي معجون عندكم في الدار تاع مشماش ولا تاع فراوله ولا واش كان عندكم في الدار ديروا كقاعده فوق العجينه تاعنا. ومن بعد حكموا حلوه الترك ديروها من الفوق. هنا كما نقول لكم التزيين الداخلي ديروا كما حبيتوا. هما بكري كانوا يديروا لها غير المعجون، انا برك زدت لها حلوه الترك باش تجي بنينه تمد لها بنه هايله. وكاين اللي يزيد في بلاصه حلوه الترك كاين اللي يدير لها كاوكاو يكون محمص مليح، ثاني يديروه في بلاصه حلوه الترك ثاني يمدلو بنه هايله. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا نديروا لها حلوه الترك. انا كي درت حلوه الترك جات الروعه، جات بنه بزاف هايله. جربوها كما انا وسيتها تشوفوا شحال تعجبكم. هنا حلوه الترك شريت قيس 5000 عمرت لي كامل هذا الليمون. هنا عاودت جبت هذيك العجينه اللي حطيتها في الكونجيلاتور جمدت ثاني رابي فوق المعجون هذاك كما كتشوفوا. نعمروها مليح بلاباط باش تجي شابه من الفوق كتزيين. فوالا هنا وشنو لاباط لازم تكون جامده مليح باش تساعدكم كي تكونوا تبرشوا فيها. هنا زدت عمرت الليمون تاعي الاخرين وراني نكمل الرابي فوقهم. هنا ندخلوا الليمون تاعنا يطيبوا يكون في الفرن يكون سخون من قبل. ندخلوهم يطيبوا على 160 درجه. كي تشوفوهم محمروا من تحت شعلهم من الفوق يتحمروا ابان حاجه خفيفه دوغي وخرجوهم. غير تخرجوهم سيروا فوقهم سكر غلاز وبالصحه والراحه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها.
فوالا. دوك نحل لكم ان جروب في فيسبوك ولا ان جروب انستغرام، ونعطيه لكم هنا في اليوتيوب، وتعودوا الوصفات اللي تجربوهم، بعثوا لي تصاور وان شاء الله نشوف معنا ونفرح بكم. ديروا لي كما يقول لك الحيويه والنشاط، وفرحوني بالمشاهدات باش نزيد نحط لكم ما اكثر، واش عندي كامل الوصفات نحطهم لكم وتستفادوا بهم وتروحوا فرحانين. فوالا خياتي هكذا. هنا بعد ما طابت لي الحلوه تاعي، شوفوا شحال جات شابه، جات بيان دوغي، شوفوا شحال جات هايله، جات ما شاء الله ولا اروع. هنا نجي نسير كما قلت لكم، نجي نسير فوقها السكر غلاس. فوالا حاجه خفيفه، رشه خفيفه. فوالا هذه تقدروا تشربوها مع قهوه، مع قهوه حليب، تقدروا تريبيوها هكا في سهرات في تاعي، ولا بسكوت تنجاز، باسكو هي اصلا خفيفه وبنينه. فوالا فوالا خياتي، انا بعد ما كملت جيت ستفتها لكم في صحن التقديم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. ما تنسونيش بالجيم والبارطاج، وباش تفرحوني ونزيد نحط لكم ما اكثر ما عندي. نتلاقاو في وصفات اخرى ما خير، يكونوا اقتصاديين وماشي مكلفين. هنا نجي نقسم معكم حبيبه باش تشوفوا شحال جات الشابه لداخل، ماشي محروقه، جات طايبه وتجيكم تذوب في الفم. كي تقسموها تنقسم وحدها. مع السلامه، دمتم اوفياء.